السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نقول للناس كل سنة وانتم طيبين، وبمناسبة السنة الجديدة، بمناسبة ثورة 25 يناير، بس عشان خاطر بلدنا وعشان خاطر مصر احنا لازم نخلي بالنا من بلدنا. عندنا مشاكل، عندنا مشاكل. في ارتفاع في الأسعار، في ارتفاع في الأسعار. في جمود شوية في الحياة السياسية، أيوة فيه. طب كل ده يستاهل ان انا اطلع اهداها عشان ابنيها تاني من جديد؟ ما احنا لسه ما خلصناش بقولنا، بقالنا 11 سنه. بقالنا 11 سنه ايه؟ بقالنا 14 سنه لسه بنبني اللي فات، اللي احنا عملناه في 2011. والاخطاء السياسيه كل وارد. كل بلدان العالم، كل الدنيا، كل الاجهزه، كل النظام، كل الناس عندها اخطاء. انت في بيتك عندك اخطاء. احنا وارد نصوب، وارد نوجه كلامنا للقيادة السياسية، يخفف عن الناس شوية، يرفع مرتبات، حاجات كتير تقدر القيادة السياسية، وهي أدرى بيها من أي حد. دايما يا إخواننا رب البيت بيبقى عارف مشاكله وعارف مشاكل بيته وعارف مشاكل كل حاجة، بس ما بيحملش بيته الهم. مش كل ما هاجي أعمل حاجة أنا لازم أعرفك أنا بعمل إيه. لا يا جماعة، بلدنا يعني احنا لازم نستحمل شوية على ما نعدي الليلة اللي كل ما نعدي من حاجة نلاقي مشكلة. ان كان حرب غزة، حرب سوريا، حرب العراق، حرب اوكرانيا، كورونا، مشاكل كتير، ارتفاع أزمة الدولار. احنا شعب بنستهلك ما بننتجش. ما تلوموا على نفسكم شوية، لازم نلوم على نفسنا شوية. لازم نشتغل، لازم نحاول نصنع اي حاجة عشان ما نستوردهاش على الاقل من بره، بدل مش عايزين نصدرها، بس مش عايزين ندفع دولار ونستوردها من بره. فرجائي الوحيد من كل الشعب المصري، وجه انتقادك جوه بلدك، واطلب اللي انت عايزه، قول اللي انت عايزه للقياده السياسيه بتاعتك. وبنطلب من القياده السياسيه تسمع من الناس، تسمع من الناس، واللي مش قادره تعمله تقول للناس ان انا مش قادر اعمله، عشان الناس تقدر تشيل معاك. ما انا اقدر استحمل الجوع لو انا عارف ان ابويا ما معهوش، لكن لما ابقى عارف ان ابويا معاه مش هستحمل. لكن لما ابويا يقول لي استحمل نجوع السنه دي عشان انا بعمل كذا، هوافقه وهستحمل وهبقى مبسوط. فكل سنه وانتم طيبين، ونحافظ على مصر، ونحافظ على رئيسنا، ونديله فرصته كامله. ومعلش لازم نستحمل، لازم كلنا نستحمل، عشان ما عندناش استعداد نقعد 14 15 سنه تاني نبني تاني، ويبقى الدولار بدل ب 50 ب 100. وشكرا لكم جميعا.